في نوع من الستات أو الفتيات الراجل فعلا بيخاف يحبها، مش علشان شكلها حلو ولا علشان مش كويس، بالعكس. طب تعالوا نعرف كده، الراجل عموما ممكن يعجب بعشرات الستات، إنما بيخاف يقع في حب واحدة معينة اللي أول ما يقعد معاها يحس إن قلبه ما بقاش تحت سيطرته. والواحدة اللي بيخاف يحبها فعلا هي الإنسانة اللي مش بتحاول تلفت نظر، لكن حضورها لوحده كفاية. بتتكلم بعقل، بتضحك بذوق، والأهم إن عندها هدوء في كل شيء. والواحدة دي مش بتتعامل معاه على إنها بتدور على راجل، إنما هي بتتعامل معاه على إنها بتختار شريك حياتها المناسب ليه. وده بيخلي الراجل إن يحس إن فيه شوية حاجات كده أو خطوات لازم يعملها علشان يقرب منها، اللي هو يتقدم لها. فهو بيخاف يحب الإنسانة دي لأنها مش هتمشي وراه، ده في وجهة نظر، لأن الإنسانة دي ببساطة هتحترمه لو الراجل ده يستحق الاحترام، وهتمشي وتبعد عنه لو ما قدمش ليها حب حقيقي. لأن الراجل بيخاف من الواحدة اللي بتشوفه بعمق، يعني اللي تحس بيه لما يتعب من غير ما يتكلم، اللي لو قالت له كلمة هتخليه يعيد حسابات. هو مش بيخاف منها هنا كشخص، هو بيخاف من تأثيرها عليه، بيخاف كمان منها علشان روحه ما تتعلقش بيه، والنقطة دي هو مش متعود إنه يحس. فبصراحة كده الواحدة دي في الحقيقة بتكسر عند الراجل فكرة السيطرة، لأن هو متعود إن هو اللي يقرر يحب إمتى ويبعد إمتى. إنما لما يقابل الإنسانة دي بيتلخبط، لأنها بتخليه يحب من غير ما يسمي، ويفكر ألف مرة لو قرر إنه يبعد. بس خليني أقول لكم سر صغير، الراجل اللي جاهز فعلا للحب مش هيخاف منها أبدا، وهياخد شكل الموضوع على إنها فرصة ليه. فاللي بيهرب هنا هو بيهرب من نفسه مش منها. يبقى الراجل هنا بيخاف من الواحدة اللي بتفهم، مش اللي بتتكلم كتير، اللي بتدي الأمان، اللي بتحب بصدق، بس مش أي حد. فلو كنت أنت من النوع ما تحاوليش أبدا إنك تصغري نفسك علشان حد يرتاح لك، خليكي كده زي ما انت. إيه رأيكم في الكلام ده؟ اكتبوا لي في التعليقات.